لسه مستمرين مع حضراتكم على الهواء مباشرة في هذه الأمسية الكروية. نروح لزميلنا حسن غنيمة من أغادير وطمئنا على بعثة منتخبنا الوطني ونعرف منه إيه اللي حاصل فيما يتعلق بمحمد حمدي ومصطفى محمد. متابع مع حضراتكم. من محيط معسكر منتخب مصر بمدينة أغادير المغربية، تحياتي إليك كابتن إبراهيم فايق ولكل مشاهدي MBC مصر في كافة أنحاء الوطن العربي. بمعنويات مرتفعة خاض لاعبو منتخب مصر تدريب مهم جدا على ملعب تغازوت اللي بيبعد 3 دقائق فقط عن فندق الإقامة. وإن كان النهارده دكتور محمد أبو العلا كان بيبذل مجهود كبير جدا مع اللعيبة المصابين محمد حمدي ومصطفى محمد حمدي اللي تعرض لكدمة في الحوض نتيجة لصدمة من أحد لاعبي زيمبابوي في جنبه الشمال. وان كان محمد حمدي في امل كبير جدا انه يلحق بالمباراه المقبله امام جنوب افريقيا. اما مصطفى محمد اللي تعرض لكدمه ايضا في الكاحل في امل كبير انه يخوض المباراه المقبله. وان كان كابتن حسام وابراهيم حسن بقى مش سايبين حاجه للصدفه، عملوا البلان بي النهارده في التدريبات وادوا تعليمات خاصه لمهاجمي الفريق اسامه فيصل او صلاح محسن ان هم ممكن يشاركوا بشكل اساسي، واحد منهم او الاثنين على فترات من المباراه المقبله امام جنوب افريقيا. كمان النهارده على مدار اليوم وقبل التدريب اللي كان في الساعه 3:30 بتوقيت المغرب كان في محاضرات فنيه من الكابتن حسام وابراهيم حسن، ومحاضرات فيها نوع نفسي اكتر، وخصوصا انه الكابتن حسام وكابتن ابراهيم لعبوا كاس افريقيا كتير جدا مع المنتخب الوطني على مدار السنين اللي فاتت عبر تاريخهم. وقال لهم ان المباراه المقبله امام جنوب افريقيا واحده من اهم المباريات في البطوله، لان هي هتحدد بشكل كبير جدا هويه متصدر المجموعه. كمان يا كابتن بقى خارج اطار تدريبات منتخبنا الوطني في هنا لقطات اكتر من رائعه ما بين الجمهور المصري والجمهور المغربي، وبالتحديد عايز اوجه الشكر لاهالي اغادير اللي اتجمعوا بالالاف امبارح داخل ملعب اضرار اللي بيتسع ل 45,000 متفرج بالاعلام المصريه، وساندوا الفريق المصري امبارح بشكل اكتر من رائع. وخاصه بقى ان الفوز امبارح كده كان بشكل درامي وريمونتادا عظيمه من اللاعبين المصريين، وتسجيل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونجم ليفربول لهدف الفوز في الدقائق الاخيره وفي الرمق الاخير من عمر المباراه، وده اللي عمل الفرحه الكبيره جدا. وده الحقيقه والعلاقه الاكتر من رائعه دي مش غريبه على الجمهورين الشقيقين المصري والمغربي. يمكن كل حاجه هنا بتسير على ما يرام داخل معسكر منتخبنا الوطني، الجهاز الطبي، الجهاز الفني، الجهاز الاداري بيعملوا كل حاجه عشان يذللوا كافه العقبات امام لاعبي منتخبنا الوطني، وان احنا نفضل موجودين في مدينه اغادير لغايه الادوار النهائيه. واللي هيفتح الطريق لده هو الفوز امام المنتخب الجنوب افريقي يوم الجمعه المقبل. كمان كابتن حسام اتكلم مع اللعيبه عن انه كل ما الفريق هيفوز في البطوله كل ما الجمهور المصري هيكون مهتم انه يتوافد ويتعمل جسر جوي ما بين القاهره واغادير عشان الجماهير تتوافد وتساند المنتخب بشكل اكبر داخل المدرجات المغربيه، لانه بالتاكيد وضح للعيبه قد ايه الجمهور المصري حلمه انه الفريق المصري يرجع بكاس افريقيا باذن الله يوم 18 يناير الى القاهره، لانها البطوله المحببه لكل الجماهير المصريه. بالتاكيد كابتن ابراهيم هنتابعك على مدار الحلقه وعلى مدار الايام المقبله بكل كواليس منتخبنا الوطني من مدينه اغادير المغربيه. بالتاكيد العوده اليك كابتن ابراهيم فايق، تفضل. شكرا يا ابو علي، اشكرك شكرا جزيلا. دكتور شابوني معاك يا كابتن. طيب ايه الشكل اللي احنا نلعب بيه الماتش اللي جاي قدام جنوب افريقيا؟ طيب الشكل والتشكيله. طيب اقول لحضرتك حاجه. فاكر حضرتك ليله الماتش اللي فات كنا بنتكلم على قصه ايه؟ ان منتخب زيمبابوي ده ترتيبه 23 من 24، وبالتالي المنتخب ده ضغطه العالي مش هيبقى قوي جدا، مش هيعرف يطلع عليك بتحولات، فوجود اثنين ارتكاز اصلا مش ضروري. فالماتش اللي فات ده كان لازم هو الماتش اللي تنزل فيه بزيزو مع امام، بحيث تبدا توجد لنفسك شكل هجومي يبقى بعد كده انت تقدر يبقى ليه مرجعيه تبني عليه. الفكره ان ليه الناس اختلفت بعد الماتش ده؟ لان الناس بتقول احنا عاملين 33 فرصه، والناس بتقول احنا ما شفناش كتير. الفكره ان الابلكيشن اللي بتفتحه بعد الماتش بيجيب لك الفرص ده، هو باي كره بتتحسب سواء راسيه وضع صعب جدا، كره اتشاطت خبطت ما راحتش، كره اتشاطت من بعيد، او عرضيه ورجعت على حدود 18 لواحد شاطها وخبطت، كل ده هو بيحسبه لك فرصه. لكن لو جينا نتكلم على الاكس جي، لا انت ممكن يكون الفرص المحققه 10 وده كويس على فكره. الفكره ان المنتخب لما بدا باثنين ارتكاز هم كانوا واقفين ما بيضغطوش في قلب الملعب متكتلين، بيطلعك على طرف من الطرفين. حمدي فتحي كان واخد تعليمات واضحه ان مش انت اللي هتزيد كتير قوي، اللي هيزيد ناحيه محمد صلاح ومحمد هاني يبقى مروان. ماشي. المشكله لما مروان بيزيد هناك ايه المشكله؟ ان هو مش عارف يعمل جبهه في الحته دي، لا هو عارف يعملها زي زيزو، وفي الاهلي اللي بيعملها ديانج مش هو، فمش بتاعته، فكان بيبقى غريب جدا، وحتى مش عارف يوصل زمايله. لما نزل زيزو الشوط الثاني عمل ايه؟ قرب محمد صلاح من منطقه الجزاء وخد هو اللي بيعمل عرضيات من هاني، عشان كده الفرص اتحسنت، الاكس جي بتاعك عالي، عدد الفرص اللي عملتها في الشوط الثاني كان اكتر. حاجه ثانيه،
الفكره نفسها في التحضير، احنا لم نختبر في التحضير، طلعنا تحت الكوره تحت الضغط لم نختبر. هم كانوا عن طريق ان هو الوينج الثاني بتاعهم بيدخل يجيب ياسر ابراهيم ويسيب لك محمد هاني. اثناء ما رقم 8 بيطلع مع محمد هاني حصل عندهم كميه مشاكل في الترحيل والتمركز، عشان كده صنعنا فرص كتير جدا. هل ده هنعرف نعمله في الماتش الجاي؟ قدام جنوب افريقيا صعب جدا. وفي نفس الوقت حته ان ده انت امام عاشور في اول الماتش جري مرتين من لعيب الارتكاز، دخل جوه ال 18 ما عرفش يجري معاه. اللعيب بتاعهم اللي هو رقم 10 اللي هو مركز 10 رقم 7 ما بيرجعش يغطي وراه. ففرص كتير جدا. هل احنا بقى بعدم وجود لعيبه قدام، يعني انت عندك 2 ارتكاز، لو ما شلتش منهم واحد وحطيت واحد يا جماعه هتعرف تصنع فرص؟ لما تيجي تحضر ب 2 ارتكاز هتعرف تطلع الكره؟ بلاش. لما تيجي انت دلوقتي يتضغط عليك عكسي هتعرف تطلع الكره؟ انا شايف ان حتى لو هتلاعب منتخب قوي زي جنوب افريقيا، الماتش اللي فات يقول لك برضو ان انت لو معكش لعيبه تنقل الكره في نص الملعب هتفضل واقف تحت الكره طول الماتش. ده مجرد ما كان ابراهيم عادل بيخش جوه الملعب يبدا بس يشد لعيب الارتكاز سنه بتاعهم كان بيفضي مرموش. ولما زيزو نزل كمان بقى بيزيد، بقى عندك زياده عدديه كتير جدا في الحته دي، طخ 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 طخ، فرص فرص فرص، وقدرنا نجيب الجون الثاني ونكسب. وزي ما قلنا وجود زيزو مهم، ان بيحرر محمد صلاح. محمد صلاح كبر ما بقاش قادر ان هو يبقى اللعيب اللي بياخد الكره على الوينج ويعدي واحد واثنين، انت عايزه اكتر في المنطقه اللي هي عند مربع 14 دي، لمسه منه تودي. فلا وجود زيزو هيبقى مفيد جدا. طيب دكتور احمد، خلينا نعرف منك، لو انت بتخترع سيناريو للماتش اللي جاي بتشكيله للمنتخب هتبقى ايه قدام جنوب افريقيا؟ خليني اقول لك في الاول ان البطل بيتولد اثناء البطوله. يعني نيجيريا وكوت ديفوار البطوله اللي فاتت، كوت ديفوار اصلا كانت بدات البطوله غيرت المدرب وبعد كده رجعت وخدت البطوله. صحيح. نيجيريا اول ماتش كانت خسرته ورجعت وصلت نهائي، فانت لازم تعالج من اخطائك. انا شايف ان البدايه بدايه جيده، في بعض الاخطاء حصلت على المستوى الدفاعي، في مساحات كتير ما بين المساك والباك باينه قوي. فرقتك كمان على المستوى الهجومي فيها تحولات كويسه، يعني عمر مرموش ده لعيب كبير قوي. امام عاشور لعيب تحولات، لعيب عنده سرعات، لعيب عنده رؤيه. في تريزيجيه، كل الناس الموجوده، محمد صلاح طبعا، كل الناس الموجوده قدام دي تحولات. فبالنسبه للتشكيله انا بشوف ان عشان تحل المشكله دي تلعب 3-4-3، لازم تلعب 3 في خط الدفاع، لازم حمدي فتحي يكون بين الاثنين المساكين. وانا جربها في اوزبكستان ما مشيتش معاها، تفتكر هجرب جوه البطوله؟ لا بس اوزبكستان كان تشكيل تاني. كان جايب محمد هاني ومحمد ماشي. حمدي 2 مساكين، لكن انت دلوقتي لما تحط حمدي فتحي جنب محمد هاني ناحيه اليمين وياسر ابراهيم ناحيه الشمال، انتوا متفقين مع بعض بقى؟ والله ما لا والله متفقين مع بعض بقى. انا مجهز. انا عايز اقول لك حلوه محل، مستحيل نتفق ليه؟ ثابت اول مره في حياته يقعد على قهوه عموما اصلا عموما ثابت ما يقعدش على قهوه. طب يلا ستايله دكتور برضه، انت فاهم؟ دكتور. يعني ما ينفعش يقعد على قهوه سهران كده، ده كان يعني غير عيد بقى والناس انا وعيد قهوه لو التشكيل حتى معانا انا يلا 3-4-3. طب حطوا لنا على الشاشه يا جماعه بتاع. انا بشوف ان احمد فتوح افضل من محمد حمدي. عمل شوط تاني هايل، بس احمد فتوح بصراحه افضل. اهو التشكيله اهو. يمكن مصطفى شوبير برضو مش عايز اظلم محمد الشناوي، بس الشناوي في الماتش الاولاني تحس ان هو مهزوز شويه، او مصطفى شوبير واحد فيهم يعني. ماشي. الثلاثه اللي ورا اخلص وارجع لك. حمدي فتحي بين الاثنين المساكين. حطيت محمد هاني لان محمد هاني ما بيتقدمش اصلا كتير، فحطيته انه مساك ناحيه اليمين وهو لعبها كتير مع الكابتن حسام حسن. ماشي. ياسر ابراهيم ناحيه الشمال. هنا انت ضيقت المساحات والاخطاء الدفاعيه اللي موجوده بحمايه. موسيماني كان دايما يعملها في الاهلي، يحط حمدي فتحي بين الاثنين المساكين، وياسر وحمدي وهاني لعبوا مع بعض كتير، ما خسرش واحد زي امام عاشور لازم يبقى موجود. طب احنا كده بنتكلم في الحاله الهجوميه، احنا كده 3-4-3 في الحاله الهجوميه. في الحاله الدفاعيه هتبقى 5 ورا، هتبقى 5-4-1. ماشي. مين اللي هتنزلهم؟ هتنزل زيزو وفتوح. زيزو ناحيه اليمين عشان بيعمل عرضيات كويسه ومميز في المكان ده وعنده مجهود بدني كويس جدا. احمد فتوح لعيب مهاري قوي وبشوف ان هو احسن باك شمال في الفتره الحاليه. امام عاشور ومروان عطيه في الاثنين في وسط الملعب. الثلاثه اللي قدام محمد صلاح، تريزيجيه، مرموش، ده في حاله غياب مصطفى محمد. ماشي. لو مصطفى محمد موجود هتودي هيبقى نفس الشكل كده، هيبقى عمر مرموش جناح شمال ومصطفى قدام وتريزيجيه على الدكه. يبقى انت كده حليت المشاكل الدفاعيه، حليت مشاكل بالبيلد اب، بناء الهجمه عندك بوجود حمدي فتحي، استغليت طرفين الملعب من خلال زيزو وفتوح، لعيب زي ما استغليت برضو قدرات التحولات بصلاح وامام عاشور ومرموش. المفروض كمان تستغل معاهم الضربات الثابته، لان جالنا ضربات ثابته كتير والكابتن حسام مميز في حته الضربات الثابته. اتمنى ان انا اشوف ان هي تستغل في الفتره دي. ابراهيم انا ممكن اضيف حاجه؟ هي فكره حلوه، الفكره دي تستدعي النقاش. يعني هو دكتور احمد فتح لنا حته حلوه نتكلم فيها. اقول حاجه بسيطه. قول يا بيه. انا عايز اعرف النهارده كابتن سيد لما كان بيتكلم او احنا بنتكلم في البتاع، انت الهدف اما بتلعب ب2-6 الهدف ايه اللي انت تلعب 2-6؟ هل النهارده اللي انت تقفل نص الملعب؟ طيب تمام.
بس الاول اما تلعب 2-6 لازم يبقى عندك ميزه اللي هي الاطراف بتروح وترجع، او الاطراف توصل تعمل الكروس وترجع. بحيث ال 2-6 دول يغطوا ماشي. في المساحه. انت عندك الباكين اصلا عندهم مشكله اللي ما بيروحوش، يعني فاهم. هو الهدف اوعى الناس ونقطه مهمه صح، برضه كابتن معلش، محمد هاني عمل هو لو واحدة من مصطفى 7. كمان غاب هتعمل عرضيه لمين؟ بالظبط هتعمل على الارضيه لمين. فهو الهدف خلي بالك، يعني انا بلعب 2-6 يبقى ليها هدف اللي الاثنين الباكين لازم يوصلوا. انت عندك اصلا الباكات ما بتوصلش، فهي الهدف الناس ما تبقاش يعني الكابتن حسام اتمنى توصل له دي اللي هو الهدف اللي انا كده بتتكلم في الحته الهجوميه. طب ما هو انا في الحته الدفاعيه عايز اقفل نص الملعب، يعني انا عايز اقفل نص الملعب عشان لما ابقى اتهاجم على الاقل احمي شويه خط الظهر، إبراهيم لان احنا برضو خط ظهرنا يعني قول لي. اللي شاف ماتش زيمبابوي مع الفوارق الكبيره، لا انت كل شويه يصبحوا عليك وتلاقيهم في ابراهيم جوه على 18. فكره مش شرط اللي انا لازم العب باثنين يبقى انا اللي انا هدافع كويس. اما العب باثنين مش شرط ان انا بقى في نص الملعب. طيب عشان اطرح كله للنقاش كابتن سيد، خلينا اخد رايك في الفكره اللي طرحها دكتور ثابت والكلام اللي بيقوله برضو يعني كابتن هي فكره كويسه جدا، بس انا مع امير في حته انت اصلا ما عندكش الاطراف اللي هي هتروح تعمل لك كروسات كتيره، وانت الماتش الجاي مصطفى محمد بين البنين ممكن يلعب وممكن لا. حتى وهو سليم الكابتن حسام هو مش اولويه بالنسبه له، حتى الماتش اللي فات هو ماشي. كان تغييره بالنسبه له. ماشي. فانا بشوف ان انت على فكره انت ممكن تلعب بواحد اللي يلعب قدام الاثنين. يعني الشابون اتكلم في نقطه مهمه، ما تطلعش مروان على الاطراف، يعني خليه قدام الاثنين او حمدي، مروان او حمدي واحد فيهم هو ده اللي هيحمي السردباكين بتوعك. طب انت شايف فكره 3-4-3 دي يعني وتفتكر انه ممكن يعملها ولا هي بعيده عنه؟ لا ما اظنش، ما تظنش. وحتى بالاشخاص دي انت بتتكلم في الثلاثه اللي ورا فيهم اتنين اصلا مش اماكنهم، لا حمدي ولا هاني. هاني لعبها قبل كده وحمدي لعبها قبل كده، بس الاثنين هيبقى معظم واحد من الثلاثه اللي بيمسك هيبقى ياسر. هو الشغل الاكتر كمان، هو الشغل الاكتر هتلاقي هيبقى السرعات كلها رايحه في على اتجاه على زيزو وفتوح. يعني هو اللي هم اللي هيتعبوا جدا في الشغل ده. طيب برضه اسمع. لا انا هي ديت هتخسرني استحواذ في نص الملعب، لان صلاح ولا هيخش جوه الملعب ولا الوينج التاني هيخش جوه الملعب، ليه؟ واثنين في قلب الملعب. ليه يا كابتن؟ على الثلاث. ليه؟ ما هم مش هيخشوا يدافعوا جوه هو صلاح طبيعته لعيب ما بيدافعش اصلا. ماشي. والوينج العكسي اللي هيبقى موجود مرموش هتلاقيه بيرجع على خط الملعب، لو رجعته لقلب الملعب ممكن تتحل لك المشكله شويه. بس في نفس الوقت انت بتلاعب فرقه عندها استحواذ كويس. الماتش الجاي انا بتكلم على الماتش على جنوب افريقيا صح، ما احنا بنتكلم على الماتش الجاي كلنا. فرقه من الفرق اللي عندها استحواذ كويس في نص الملعب. تحولات امام في نص الملعب مع مروان مش هيقدروا يجاروا الناس في الضغط بتاع نص الملعب لو عندهم استحواذ كبير جدا. انا شايف ان الخطه ديت هجوميه اكتر ما هي دفاعيه، ده وجهه نظر انا، ان 3-4-3 دي هجوميه اكتر ما هي دفاعيه وتخسرك نص الملعب بشكل كبير. طب قول لي انت